السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من قناة أبو عمر كورة عالمية. في ليلة كانت المفروض تبقى سهلة، وعلى أرضية استاد السلام الزمالك دخل المباراة بثقة وجمهوره مستني فوز جديد يضيف لرصيده. لكن اللي حصل كان صدمة. وادي دجلة، الفريق اللي الكل كان شايفه حصالة الدوري، قلب الطاولة وسجل أول فوز تاريخي على الزمالك بنتيجة 2-1. الماتش بدأ بسيطرة بيضة، ضغط عالي، تمريرات سريعة وتحركات واعدة، وفي الدقيقة 10 ناصر ماهر استغل خطأ دفاعي قاتل وانفرد بالحارس وسجل هدف التقدم. المدرجات اشتعلت واللعيبة احتفلوا وكأنها بداية ليلة سعيدة. لكن الشوط الثاني كان ليه رأي تاني. دجلة رجع بروح قتالية، وأحمد فاروق أطلق صاروخ من خارج المنطقة في الدقيقة 60 معلنا التعادل. وبعدها ب6 دقايق بس محمود دياسطي استغل غلطة من فتوح وسجل هدف التقدم وسط ذهول الجميع. الزمالك اتوتر، والونش اتطرد في الدقيقة 72 بعد تدخل عنيف، والفريق كمل ب10 لاعبين. محاولات هجومية بلا تنظيم، تغييرات عشوائية وغياب كامل للروح. دجلة حافظ على التقدم وكتب أول انتصار له على الزمالك بعد 22 مواجهة سابقة كلها كانت في صالح الأبيض. الخسارة دي مش بس 3 نقط ضاعت، دي رسالة بتقول إن الغرور بيكلف كتير، وإن أي فريق مهما كان صغير يقدر يوجعك لو أنت مش مركز. هل الزمالك هيتعلم؟ هل في وقفة مع الناس؟ ولا دي بداية لانهيار أكبر؟ في النهاية الكورة مش دايما منطق، أحيانا بتكون دراما، وأحيانا بتكون درس قاسي. والليلة دي كانت درس اسمه مفيش كبير في الكورة.